السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ مبدئيا هنظبط الزاوية بتاعة المنشار على 45 درجة، وهنظبط الفنس على 20 سنتي عشان ده هيكون عمق الرف. هنحتاج قطعتين 20 في 60 سنتي 8 ملي، وهيكونوا مشطوفين من الثلاث جوانب، جنبين العرض وجنب الطول 45 درجة، انما الجنب الخلفي ده هيكون ظهر الرف، فمش لازم نعمله بزاوية 45 درجة. طبعا الرف الطاير هيتعمل ستايل علبة، ومن جوه هيكون فيه دعامات وهنعملها في الاخر. طبعا الخامة اللي تريحك اشتغل بيها. انا هنا في الفيديو اشتغلت بخامة MDF ميلامين 8 مللي. بعد كده هنجيب سلخة 8 سنتي مشطوفة من ناحيتين بزاوية 45 درجة عشان نقفل بيها ارتفاع الرف. وده معناه ان الرف هيكون عرض 60 سنتي، عمق 20 سنتي، والسمك بتاعه او الارتفاع بتاعه هيكون 8 سنتي. هنطلع منها قطعة 60 سنتي بعرض الرف وقطعتين 20 سنتي بعمق الرف، ونراعي ان هما يكونوا مشطوفين بزاوية 45 درجة. نيجي للخطوة اللي بعد كده، مرحلة التقفيل. هبدأ ألزق الأطراف في بعض بالتيب، وقبل ما أقفلهم هحط ما بينهم أمير أو غيره المناسب عندك اشتغل بيه. أنا اشتغلت هنا بالأمير التركي عشان هينجز معايا في الوقت، مش هضطر استنى 6 أو 7 ساعات عشان يجف. وطبعا التيب هنا فكرته ان هو بيمسك لي الرف بس عبال ما يجف معايا، وعشان يساعدني في تقفيل البوكس كويس. وطبعا زي ما اتفقنا انا بعرض لك الفكرة، وحضرتك اشتغل بالخامة اللي تريحك. ومعلومة بالنسبة للامير والمثبت اللي معاه، السبراي اللي انا برشه ده وظيفته ان هو يخلي الامير يجف في خلال 3 ثواني او 4 ثواني بالكتير. فنراعي حاجة مهمة جدا واحنا بنشتغل بالامير، ما نرشش السبراي غير لما نظبط الحاجة بتاعتنا، عشان لو رشينا سبراي واحنا بنظبط الحاجة مش هنلحق نظبطها والشكل هيبوظ مننا. بعد كده هبدأ اصنفر الاطراف بتاعة الرف بصنفرة 180 او 220، ونخلي بالنا لان القطع 45 بيخلي السوكة بتاعة الخشب حامية جدا، ومعرض ان ايدك تتخربش او تتعور لا قدر الله. بعد كده هبدأ مرحلة الفينش، والون الاطراف بصبغة بني لون الخشب. ولو حضرتك وصلت للجزء ده من الفيديو يبقى ان شاء الله الفيديو عجبك، فما تنساش بقى تدعمنا بلايك وتنزل تقول لنا رأيك في كومنت، لان رأيك يهمني جدا جدا. ولو حضرتك اول مرة تشوفنا على يوتيوب فما تنساش تشترك في القناة وتشغل الجرس عشان يوصلك كل جديد. الخطوة اللي بعد كده هبدأ اقفل العظم الداخلي او الشاسيه الداخلي للرف الطاير. بجيب قطعتين خشب وبلزقهم في الداخل من الجناب للرف الطاير، وعلى بعد 18 مللي عشان ده سمك الخشب او سمك المسطرة اللي هتكون فيها الشاسيه. بجيب قطعتين 18 مللي برضو بنفس عرض الرف من الداخل ونفس الطول، بدمجهم في بعض بحيث يدوني قطعتين 36 مللي، لان ده انا هعمل فيها الخرم بتاع الرف الطاير.
وطبعا الخرم هيكون 10 مللي لان المسمار الرف الطاير بيكون سمكه 10 مللي. وبعد كده هبدأ اجمعهم في بعض بمسامير 4 سنتي او 5 سنتي زي ما تحب. وطبعا بنستخدم مسامير خطوة واسعة وبنخرم للمسمار ببنطة 3 مللي. وطبعا زي ما اتفقنا ان المسمار الخطوة الواسعة هو افضل مسمار تتعامل بيه في خشب MDF. اما بالنسبة للقطعتين اللي دمجتهم في بعض فانا ربطتهم بمسامير 3 سنتي. ما ينفعش 4 سنتي لان هيبرز من الناحية التانية، فانا عملتهم ب 3 سنتي بحيث يمسك لي الخشبتين اكتر في بعض وما يفلتوش عن بعض. وببنط 10 مللي هبدأ اخرم لمكان مسمار الرف الطاير. طبعا لو انت هتعملها ممكن تعملها بخشب طبيعي فمش هتحتاج لمسامير الرف الطاير، انما هنا عشان انا الشاسيه عامله من خشب MDF فانا اضطريت ان انا اعمل خرم عشان مسمار الرف الطاير يكون شايلها كويس وتكون الرف متعلق بطريقه قويه. الخطوه اللي بعد كده هجيب الراوتر وببنطة الغسيل هبدأ اشيل الزيادات بتاعه MDF اللي في الرف من ورا عشان تكون متبعه على الحيطه كويس وما يكونش فيها فراغات او فيها اي نور. ده كده شكل مسامير الرف الطاير. عندنا الجزء اللي بيخش في الرف بيكون 10 سنتي طول، والجزء اللي بيخش في الحيطة 10 سنتي طول. لما بنخرم في الحيط بنخرم ببنطة 12 ملي، ولما بنخرم في الرف بنخرم ببنطة 10 ملي. هجيب سلخة خشب مستقيمة وهنقل عليها مكان الأخرام بتاعة الرف، وبعد كده هنقلها على الحيط. طبعا أنا هنا بشتغل على لوح خشب بس عشان أشرح لك الفكرة. لازم نراعي واحنا بنستخدم نقل العلام ان احنا يكون في ميزان محطوط على السلخ. وببنطة 12 ملي هنخرم في الحيط. وبعد كده بندخل المسمار في الخرم اللي احنا عملناه وبنبدأ نربط فيه لحد ما يقرط معانا كويس، وبعد كده بنحط الرف زي ما انتوا شايفين. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتم وان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوناش من اللايك والشير، وان شاء الله نتقابل في الفيديوهات الجاية. سلام.